سلام سلام، صحة رمضانكم وصحة فطوركم وان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نديرو وصفة البوراك بحشو جد اقتصادي. في مقلاة نديرو شوية زبدة مع بصلة تكون صغيرة، نحمصوهم مليح مع بعضهم حتى يتقلاو. في جهة خلاف كنا غلينا البطاطا تاعنا، غليناها في الماء والملح حتى طابت لنا، بعد صفيناها من الماء هذاك وجينا هنايا باه نطحنوها. كي نطحنو هذيك البطاطا نزيدو عليها فلفل كحل ونكملو نطحنو كلش مع بعضها. هنايا رحنا شفنا البصل تاعنا لقيناه تقلى، زدنا عليه شويه دجاج، ما تكتروش الدجاج، شويه برك على حسب المقدور تاعكم، مع شويه ملح وشويه فلفل كحل، وقلينا كلش مع بعضها. بعد ما تقلنا هذاك البصل والدجاج جبناه وخلطناه مع البطاطا تاعنا اللي كنا حطينا فيها الفلفل الكحل وطحناها. نخلطوا كلش في بعضهم ونروحوا نزيدوا نجيبوا شويه معدنوس ونخلطوا كلش في بعضهم حتى يجانس لنا هذا الخليط كامل. بعد ما يجانس لنا هذا الخليط نروحوا نجيبوا الديول تاعنا باه نخدموا البوراكه. كما راكم تشوفوا جبنا الديول، حطينا الخليط تاعنا في نص الديول تاعنا، نحطوا الخليط في نص الديول كما راكم تشوفوا، ونحطوا عليه شويه فرماج باه يجينا مفرمج. الله الله، كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه ونطبقوا هذا البوراك تاعنا. انا البوراكه تاعي كنت نحكمها ونقصها لزوج، وبها الحبه تاع البوراك تخرج لي زوج حبات. قلت لك البوراك جد اقتصادي. كما راكم تشوفوا هكا نديروا الكميه تاعنا كامل بنفس الطريقه بالحشو تاعنا والفرماج، ونطويوه باه نديوه يتقلى. وهنا بعد ما وجدنا كامل الكميه تاع البوراك تاعنا، جبنا المقله تاعنا حطينا فيها الزيت حتى يسخن خلاص باه تحطوا البوراك، باه ما يشرب لكمش هذاك الزيت وما يجيش معجن لداخل بالزيت ويقهم. المهم بعد ما سخنا الزيت حطينا البوراكات تاعنا كما راكم تشوفوا، خليناهم يتقلاو على جهه. بعد كي تقلاو ولينا قلبناهم على جهه الخلاف. شوفوا، من الاحسن انكم تقلبوهم مره مره، ما تبقاوش تقلبوا وتعاودوا باه ما يمتصلكمش الزيت بزاف. المهم هنايا بعد ما وجدنا هذا البوراك تاعنا باللي درناه بشويه دجاج وبصله برك صغيره، تحصلنا على كميه كبيره وحشو جد اقتصادي، يعني ما فيه حتى تكلفه. شوفوا كيف جانا مفرمج. الله الله، بنا تبان من الفيديو يعني. المهم كان عجبتكم الوصفه ما تنساوش تخلوا لي ابوني وكومنتير ملاح، والى اللقاء ونتلاقاو في وصفه جديده وصحه فطوركم.